ازاي تتقلي شعر بنتك من غير العادات الغلط اللي بتعمليها. اهلا بيكم، انا دكتور معاذ، صيدلي ومتخصص في التركيبات العلاجيه. جات لي الصيدليه بتشتكي لي ان شعر بنتها خفيف، جاف، هايش، فيه فراغات، ما بيطولش. المهم انا بدات اسالها ايه الروتين اللي بنتك ماشيه عليه كروتين يومي لشعرها. سمعت كوارث كبرى. اول مشكله انها بتشد شعر بنتها على طول اثناء التسريح، بالتالي الشعر بيتنحل لورا بشكل واضح جدا. تاني مشكله، قالت انا مش عارفه اسرح شعر بنتي بسهوله، قررت انها تستخدم كل يوم زيت قبل ما تسرح الشعر. مشكله ان الزيت كل يوم بيؤدي لجفاف الشعر بشكل واضح جدا. اخر مشكله وكانت الفاجعه الكبرى ان هي قررت انها هتعالج الشعر كله بكل مشاكله، انها هتعمل بروتين لشعر بنتها. الشعر اتدمر تماما حرفيا، والشعرايه نفسها اتحرقت. طيب بعد كل ده ايه هو الحل في الاخر؟ اول حاجه لازم توقفي فورا العك اللي انت بتعمليه ده، وهقول لك على روتين صحي تستخدميه كل يوم لشعر بنتك. اول حاجه لازم تهتمي جدا بالمعادن والفيتامينات، خاصه الحديد والزنك، ودول هيقووا بصيلات الشعر. لكن مهم جدا انك تقللي استخدام الزيوت وتحاولي تستبدليها بسيرم طبي بحيث انه يعالج التقصف والهيشان. مهم جدا برضو انك توقفي استخدام اي شامبوهات فيها مواد كيميائيه وتستبدليها بشامبو طبي يكون خالي من السلفيت بحيث انه يكون خفيف على فروه الراس. ولو عايزه تطولي شعر بنتك وتعالجي التساقط والفراغات، بطلي تستخدمي التركيبات الطبيعيه اللي بتشوفيها على النت، استخدمي مكانها لوشن طبي او بخاخ طبي بحيث انه يقوي بصيلات الشعر. وعلشان كده انا برشح لك مجموعه كيراهير الطبيه. اول حاجه كيراهير لوشن، مدعم بالكافيين والبروكابيل ومستخلص الروزماري، هيوقف التساقط ويقوي بصيلات الشعر. تاني حاجه كيراهير شامبو، 2 في 1 شامبو كونديشنر خالي من السلفيت والصوديوم، مدعم بالسوى الميكتو، زبده الشيا والبانثيين، هينضف الشعر وفي نفس الوقت لطيف جدا على فروه الراس. ولو بتعاني من التقصف والهيشان فانا برشح لك كيراهير سيرم غني بزيت الارجان وفيتامين. لو بتعاني من اي مشكله في شعرك تقدري تبعت لنا على رسائل الصفحه، واحد الدكاتره المتخصصين هيرد عليكي ويتابع معاكي بشكل مجاني. وبس كده.